أهلا بيكم، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. بشكركم على كل تعليقاتكم الحلوة وتفاعلكم الحلو على القناة، وبرحب بكل الناس الجديدة اللي بقت واحدة من أسرتنا الجميلة على اليوتيوب. لو لسه أول مرة تشوفيني أنا مي شاهين. تابع الفيديو لغاية الآخر، ولو عجبك ما تنسيش اللايك والاشتراك، ويلا بينا على طول نبتدي. النهارده بقى كنت عايزة أعمل حاجة سهلة وسريعة، الصراحة كنت مكسلة جدا، وانتوا عارفين بقى في الحر احنا مش مستحملين أي حاجة بقى في فرن، ولا خطوات كتير ولا دقيق ولا بيض ولا الكلام ده كله. فتعالوا بقى شوفوا الوصفة دي، بجد هتعجبكم جدا. طعمها يا جماعة في الآخر كان رهيب. أول حاجة خالص أنا جبت باكوين بسكوت تقريبا 400 جرام من البسكوت السادة. ممكن تستخدمي سادة خالص زي اللي أنا استخدمته ده، أو تستخدمي اللي هو بالكاكاو اللي هو بالشوكولاتة يعني، بس من غير حشو خالص. وببدأ بقى إن أنا أفرمه في الكبة بتاعتي، وبعدين بضيف عليه معلقتين من الزبدة السايحة اللي هي بدرجة حرارة الغرفة يعني، ما بتبقاش سخنة ولكن بتبقى سايحة. ممكن طبعا لو مش متاح انت تستخدمي الزبده، ممكن تستخدمي السمنه او الزيت، بس انا شايفه ان الزبده كان طعمها حلو قوي لان كان طعمها خفيف. وفي الوصفه دي بالذات زي ما قلت لكم احنا عايزين حاجه خفيفه بقى كده مناسبه للصيف والجو الحر ده. وبعد ما ادينا القوام الحلو ده اللي هو القوام المرمل، تحسي ان البسكوت بقى زي رملة البحر كده المبلولة، ان انت يا دوبك بس تتكي عليه يضم كده على بعض. هو ده القوام المظبوط. ممكن تحتاجي من معلقتين كبار ل3 معالق. زي ما قلت لك انا استخدمت حوالي 400 جرام من البسكوت. وتعالي بقى نعمل الطبقة الرهيبة اللي طعمها بجد حلو جدا. جبت هنا باكو من الكريم كراميل الجاهز، وشلت الصوص على جنب هقولك انا استخدمته في ايه. وجبت هنا 1.5 كوباية من اللبن. ممكن طبعا تستخدمي لبن على مية، مفيش اي مشكلة خالص، بس الصراحة اللبن كان طعمه رهيب حلو جدا. وحطيت باكو الكريم كراميل كده عليه، وضفت عليه معلقة صغيرة من الفانيليا. وقلبي بقى الكلام ده كده كويس جدا جدا، وارفعيه على النار. واول ما يبدأ ان هو يغلي، بس اهم حاجة ان انت تقلبيه كويس قوي والتقليب يكون مستمر. واول ما يبدأ ان هو يغلي ضيفي عليه بقى معلقة كبيرة من الزبدة زي ما انت شايفة كده. المعلقة دي اختياري، بس بجد هتفرق جدا جدا في طعم الكريم كراميل. هتخليه كده كريمي جدا وطعمه غني وطعمه حلو قوي. ممكن تستخدمي بديل للبن، لبن بودر وعليه ميه، مفيش مشكله خالص. اهم حاجه بس ان انت تستمري في التقليب وانت رافعاه على النار. هياخد قد ايه على النار؟ حوالي دقيقتين. طبعا هو مش هيمسك زي المهلبيه مثلا او هيبقى تقيل، لا هو بس دقيقتين على نار متوسطه، ويبقى هو كده خلاص جاهز معاكي. بركنه على جنب وبعمل الطبقه التانية. هنا جبت بقى باكو من الجيلي، وحطيت عليه كوباية من المية السخنة من الكاتل، لازم تكون مية سخنة، كوباية واحدة بس. وضفت عليه معلقة كبيرة من الجيلاتين البودر. زي ما انتوا عارفين استخدمته معاكم قبل كده في الجيلي كولا، روحوا شوفوا الفيديو كان حلو قوي يا جماعة. بجد بجد يا بنات كان حلو قوي. الجيلاتين باودر متوفر وموجود عند العطار في الهايبر. ممكن تجيب 10 جنيه ب20 جنيه اي حاجة. يعني هتكفي وهتوفي ومتوفر، يعني مش هتحتاري ولا اي حاجة خالص. انا هنا بستخدمه في الوصفة دي علشان انا محتاجة ان الطبقات تمسك في بعض بسرعة، وفي نفس الوقت ما ادخلهاش التلاجة. هنا بقى جبت الطعم التاني من الجيلي اللي هو طعم الفراولة. ممكن تستخدمي اكتر من نوع، يعني اكتر من طعم على حسب الطبقات اللي انت عايز تعمليها. طبعا انا هنا زي ما انتم شايفين كده استكفيت بطعم السكر اللي موجود في الجيلي واللي موجود في الكريم كراميل، يعني ما ضفتش سكر خالص. طبعا دي حاجه ترجع لك لو انت عايزه تزودي سكر، بس صدقوني كان طعمها حلو ومش محتاج خالص سكر. بس زي ما قلت لكم طبعا دي حاجه ترجع لكم. اهم حاجه بعد ما تضيفي الجيلاتين تقلبي كويس جدا جدا جدا. خدي وقتك في التقليب علشان هو ده اللي هيخلي معاكي الطبقات راقيه يعني، واضحه كده وصافيه وما فيهاش اي تعكير ولا اي حاجه خالص. هتشوفي دلوقتي هتبقى عامله زي الازاز بالظبط. بجد طعم وشياكه وشكل مفيش احلى من كده، وسهله جدا يعني من غير اي تعب خالص. هي خطوات ورا بعض ورصي بقى وخلاص. بس هقولك دلوقتي على تركة حلوة علشان الطبقات تطلع معاكي طبقات ما تدخلش على بعض، وتلاحظي ان انت كده الطعم حلو بس من غير طبقات. جبت هنا اول حاجة الكاسات اللي انا هقدم فيها، وبحط معلقة من البسكوت دي كده تبقى قاعدة او القاعدة بتاعتي، او اول طبقة معانا في الوصفة. بعد ما تحطي المعلقة بتمسكي كده وبتحاولي ان انت تتكي كده بالمعلقة على البسكوت، بحيث ان هو يمسك في بعضه شوية ويستقر كده
في القاع كده، علشان لما تيجي تضيفي الطبقات اللي بعد كده ما يطلعش على الوش. في ناس كتير بتقول ان هي بتعمل الوصفات دي وبتلاقي اللايرز او الطبقات دخلت في بعض. لا، اتكي شويه على البسكوت لغايه ما يمسك كده، وبعدين ابدأي بقى ضيفي اول طبقه وهي الكريم كراميل اللي احنا عملناه. وما تنسيش تزودي معلقه الزبده او معلقه قشطه، على فكره تبقى حلوه برضو. تمام. وضيفي بقى كده اللاير اللي انت عايزاه. تاني خطوة يعني أو تاني تركة هنا، ضيفي الكريم كراميل بهدوء بالراحة. يعني ما تجيش كده تصبي مرة واحدة، هتلاقي البسكوت طلع على الوش أو اتلخبط معاكي. بتضيفي واحدة واحدة، وبعدين بتسيبيه بقى في التلاجة بالظبط يا جماعة 10 دقايق، مفيش أكتر من كده. 10 دقايق في التلاجة أو في الفريزر هتلاقيه إن هو تماسك بنسبة 90%، وده اللي احنا عايزينه. طبعا الجيلي بتبدأي إن انت تضيفيه برضو على الكريم كراميل كده بالراحة، بمعلقة كده بتضيفي اللاير على حسب الكمية اللي انت عايزاها. زي ما قلتلك الجيلي مش بيدخل دلوقتي خالص التلاجة، انا بسيبه على جنب، وبعد ما بصبه في الكاسات بتاعتي. وعلى فكرة انت ممكن تقدمي كمان في صينية بايركس، او ممكن تقدمي في الاطباق بتاعت الرز بلبن. اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله. وبرده بتدخليه التلاجة لمدة 10 دقايق، بيطلع معاكي برضو متماسك بنسبة 90%. وبتبدأي بقى ان انتي تضيفي اخر طبقة من طبقات الحاجة الحلوة بتاعتنا النهاردة او الوصفة بتاعتنا. طبعا زي ما قلت لك انت ممكن تستخدمي اكتر من طعم، يعني ممكن تعمليه اكتر من كده. ممكن بعد الخطوه دي برضو تسيبيه في التلاجة ربع ساعه 10 دقايق، وتطلعيه وتضيفي كمان كريم كراميل. يعني براحتك خالص، التقديم ده بقى بتاعك انت، ابدعي فيه زي ما انت عايزه. حطي بقى الاطعمه اللي انت اللي بتحبيها. ممكن تحطي من فوق صوص شوكولاته، اللي انت عايزاه هتعمليه. هي اهم حاجه الخطوات بتاعتها، والبيز بتاعتك بتبقى بسكوت. بتسيبيه بقى 10 دقايق. شايفين يا جماعه؟ حرفيا 10 دقايق بالظبط في التلاجة، وطلعت بالجمال ده ما شاء الله. كل طبقه لوحدها زجاجيه جدا، تحسي ان انت بصي شفافه قوي. جبت بقى هنا الصوص بتاع الكريم كراميل ورشته على الوش، ودوقي بقى احلى حلا ممكن تعمليه بجد في وقت قياسي، من غير فرن، من غير بيض، من غير لبن، من غير دوشه. وشكله حلو جدا للتقديم، وطعمه احلى. عجب كل اللي اكله، وبألف هنا وشفا، واشوفكم على خير.